صباح الفل عليكم، يا رب أيامكم كلها سعادة وهنا رزق. حكاية الرزق دي حكاية مهمة جدا. ربنا بيبقى كاتب للناس كلها رزقها، يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون. هي حقيقة كونية إن كل واحد ربنا كاتب له رزقه. رزقه بقى دي سواء كانت مال ولا كانت صحة ولا كانت. حكاية النهاردة حكاية باب الرزق، انك تكون سبب في باب رزق حد. هي دي الحته مهمه جدا. احنا قلنا ان الانسان نفس وروح وجسد، وقلنا ان النفس ديت في الاول وفي الاخر هي اللي تتحاسب علشان ربنا يا اما هيبقى بيديها اختيارات، فيا اما هي اختارت الصح يا اما اختارت الغلط. فانك تكون في باب رزق لحد، دي حاجه مهمه جدا ان ربنا يخليك باب رزق، ويديك الامكانيه انك تكون سبب في رزق حد، يكون بيهاير موظفين وكده. فهو فاتح باب رزق. طيب قفل الباب، انت في الاول وفي الاخر ما تقدرش تمنع رزق حد، ربنا هو اللي الرزاق. طيب برضو نفس الكلام بالنسبه لمثلا الدكتور لما يجي تروح له انت، رزق الصحه ده بيجي لك من خلال ان انت تروح تكشف. لما تروح للدكتور ومثلا ويقول لك لا، ما انت ما دفعتش فمش عاوز يكمل معاك، تعالى يوم تاني. اوعى تفتكر ان انت رزق صحتك في ايد حد مرتبط بان هو يوافق ولا لا. في الاول وفي الاخر رزقك هيجي لك من الباب ده او من الباب ده. ربنا هيرزقك من هنا او من هنا، فما تخليش حد يبقى عنده يحسسك بشك ان انت رزقك جاي لك من خلاله، او هو سبب في رزقك. هو ممكن يكون سبب، يقدر يختار ويكون السبب، ممكن ما يختارش وما يبقاش السبب، وده ربنا بقى يحاسبه فيها. لكن انت لازم تكون على يقين تام ان رزقك كده كده جاي لك، ومهما حصل، لدرجة انك بتحمد ربنا قبل ما ربنا يرزقك. وصباحكم